أهلا بيك. أنا أحمد الجمال وده أعتبره كورس كامل بنتكلم فيه عن زيادة الإنتاجية. هوضح لك فيه أكتر من 100 نصيحة اكتسبتها خلال العشر سنين اللي فاتت من خلال متابعة الناس بتتكلم عن زيادة الإنتاجية، وكمان من خلال كورسات مدفوعة. في الكورس ده هنتكلم عن إزاي تنظم شغلك، وإزاي تزود تركيزك، إزاي تدير وقتك وطاقتك، إزاي تظبط البيئة المحيطة بحيث إن هي تزود إنتاجيتك، وإزاي إن أنت تظبط التكنولوجيا حواليك وتقلل من التشتت. بعد كده هنتكلم عن العادات الصحية، بعدها هنتكلم عن عادات يومية بسيطة تقدر من خلالها تزود إنتاجيتك، بعدها هنتكلم عن حيل إضافية أو اللي بيسموها البرودكتيفيتي هاكس. الجزء الأول التنظيم والتركيز. أول نصيحة، لو أنت شغال في مكان، سواء في شركة أو في ورك سبيس أو في بيتك، حاول إن أنت يكون معاك سماعة زي دي. أول ما تحس إن الناس اللي حواليك بدأوا يشتتوك ويبدأوا يدخلوا معاك في نقاش جانبي، البس السماعة واعمل نفسك إن أنت بتسمع مثلا فيديو، أو إن أنت بتسمع بودكاست. اعمل نفسك إن أنت بتسمع. فدي أول نصيحة. النصيحة التانية بيسموها قاعدة الدقيقتين. أي حاجة أنت شايف إنك تقدر تنجزها خلال دقيقتين، ابدأ فيها دلوقتي فورا وأنت اشتغلها. تالت حاجة، ابدأ خطط ليومك بأهداف واقعية. ابدأ خطط ليومك بأهداف واقعية. ما تحاولش تحط خلال يومك أهداف أنت ما تقدرش أصلا إن أنت تحققها. رابع حاجة، بلاش تعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت. بلاش تفتح أكتر من تاب وتتنقل ما بين التابات، لأن ده في دراسة بتقول إن الناس اللي بتعمل كده بيحصل لهم عندهم أصلا مشاكل في المخ، من كتر ما هم مش مركزين في حاجة واحدة. هو عمال يتنقل من التاب دي للتاب دي للتاب دي، ويعني بيعمل ابلود في المكان ده، وبيعمل شات في الجزء ده، وبيعمل تاسك مثلا، بيعدل حاجه في المكان الفلاني، بيعدل كوبي في المكان الفلاني، وفي قدامه مثلا حاجه تانية مثلا قدامه بتشغله. خامس حاجه، قسم المهام الكبيره لمهام بسيطه صغيره. يعني مثلا بدل ما تقول انا هصور الفيديو الفلاني النهارده، ابدا قسمه لمهام بسيطه. الاولى انا هجهز السكريبت، التانية هجهز المكان بتاع التصوير، التالتة هبدأ تصوير، الرابعة هنقل الداتا مثلا من الموبايل او من الكاميرا لللابتوب، بعد كده هبدأ اعمل مونتاج، بعد كده هبدأ ان انا اعمل ابلود. فجسد المهمة الكبيرة دي لمهام صغيرة. النصيحة السادسة، كيب واعي بالوقت. يعني وانت شغال حاول ان انت تبقى عارف دلوقتي الساعة كام. انت بدأت شغل الساعة كذا، والتاسك ده خد معاك وقت قد كده اهو، او التاسك ده انا محدد له وقت قد كده اهو. ما تبقاش قاعد ان انت تشتغل ومش عارف انت دلوقتي الساعة كام. سابع حاجة، اكتب مهامك علشان ما تنساش. اكتب المهام بأي شكل، اكتبها على اللابتوب، اكتبها في النوت اللي على اللابتوب. خلي مثلا ورقة قدامك واكتب فيه المهام، او هات اللي هي النوت اللي بتتلزق الصغير، وابدأ اكتب المهام اللي انت عايز تعملها النهارده. تامن نصيحة، قلل المهمات بتاعتك لخمس مهام. حاول ان انت كل يوم تعمل خمس تاسكات بس، او انتج خمس حاجات بس، ما تعملش اكتر من كده. وان انت تكون قادر تعمله. انت لو كل يوم بتعمل خمس مهام، انت تشوف على مدار شهر هتبقى عامل كام مهمة، وعلى مدار سنة هتبقى عامل كام مهمة. تاسع نصيحة، احفظ قائمة بالانجازات. خلي عندك نوت، النوت دي اعمل فيها قائمة بالانجازات، او اعمل بوست كل فترة. انا كتبت مثلا 90 مقال السنة دي، انا صورت عدد فيديوهات قد كده اهو، انا كلمت كام عميل. لو رجعت البوستات عندي هتلاقيني ان انا في سنه من السنين قال ان انا عملت اكتر من 100 مكالمه بيعيه، ان انا كتبت اكتر من 80 مقال، ان انا عملت مثلا عدد معين من البوستات. فده انا آه، عملته فعلا. فحاول ان انت يكون عندك قائمه انجازات، سواء بشكل بوست على السوشيال ميديا او بنوت مثلا عندي. 10 نصيحه، دون الافكار المشتته. اي فكره تيجي في بالك ابدا اكتبها. خلي في عندك ورقه، او في ناس بتعمل الكلام ده على نوشن، او في ناس بتعمل على جهاز، او في ناس بتعمل اي فكره انت مشتت جات لك في بالك وحاسس ان انت مشتت مش عارف تنفذها حالا، ابدا اكتب الفكره دي في مكان انت تقدر ترجع له بعد كده. النصيحه رقم 11، استخدم كلمات بيسموها فعاليه في المهام. يعني مثلا ما تكتبش مثلا الفيديوهات،
ال الصور، التصاميم، اكتب هاخلّص التصاميم، هارفع الفيديوهات، هامنتج الفيديوهات، يعني اكتب كلمة فعلية، هامنتج الفيديوهات، ما تكتبش الفيديوهات، اكتب هامنتج الفيديوهات، هاخلّص التصاميم، هارفع الفيديوهات، ه هارُد على الرسايل، هاعمل الحاجة الفلانية، اكتب وصف كامل للtask اللي أنت بتعمله، ما تكتبش كلمة واحدة تعبّر عن الtask. نصيحة رقم 11 راقب وقتك كإنه لعبة، راقب وقتك، راقب وقتك، لازم تعرف أنت الوقت بتاعك بيروح فين، اكتب يومك ماشي إزاي، أنت ضيّعت عدد ساعات قد إيه، استخدمت الفيسبوك عدد ساعات قد إيه، هتلاقي في الموبايل عندك في إن أنت تقدر تراقب الوقت، أنت مشيت قد إيه، استخدمت السوشيال ميديا قد إيه، عملت مكالمات قد إيه، فحاول إن أنت يكون عندك تحليل كامل للوقت بتاع يومك وهو بيضيع فين. النصيحة رقم 13 هُم بيقولوها بالشكل ده، خطّط ليوم الإتنين من يوم الجمعة، يعني أنت يوم الأجازة تخطط ليومك، أنا هاعمل الأسبوع ده كذا، وكذا، 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 لازم يكون عندك رؤية للأسبوع بتاعك ماشي إزاي. نصيحة رقم 15 اكتب أهداف 90 يوم بس، 3 شهور، بدل ما تقعد أول كل سنة تحط أهداف كبيرة، وآخر السنة تلاقي نفسك الأهداف دي ضاعت منك وأنت ما حققتش منها حاجة، كل 3 شهور اقعد اكتب الأهداف بتاعتك، أنا خلال ال3 شهور اللي جايين هاركز هاعمل 1، 2، 3. في آخر ال3 شهور راقب ال3 شهور أنت بتوعك عملت إيه وحققت إيه من الأهداف. النصيحة رقم 16 خطط باستخدام الكالندر، يعني لو دخلت عندِك الموقع هتلاقي إن في كالندر، أي حد أنا عايز أدخل معاك في مكالمة، أي عميل مهتم أنا عايز أدخل معاكم مكالمة، لازم يكون في وقت لل المكالمة دي اللي إحنا نعملها مع بعض. نفس الكالندر ده هو أنا باستخدمه إن أنا في اليوم الفلاني هاعمل كذا، واليوم الفلاني هاروح المشوار كذا، واليوم الفلاني هاروح المشوار كذا، واليوم الفلاني هاشتغل على الtask الفلاني، يعني أي حاجة أنا هاعملها بعد كام يوم بادخل أعمل أد أعمل أعمل task إن أنا في اليوم ده هاروح أعمل الحاجة النصيحة رقم 17 جمّع الحاجات المتشابهة كلّها مع بعضيها، يعني نشر البوستات مثلًا جمّعها في task واحد، اقعد انشر البوستات كلّها في وقت واحد، رفع الفيديوهات جمّعها في task واحد، أي حاجة أنت تاسكات في شغلك شايف إن هي شبه بعض جمّعهم كلّهم مع بعض وخلّصهم كلّهم. النصيحة رقم 18 تعمل قائمة اسمها التوقُّف، ادخل عندي على الaccount واكتب كلمة توقّف، هتلاقيني باقول توقّف عن كذا، توقّف عن كذا، توقّف عن كذا، توقّف عن كذا، توقّف عن كذا. البوستات دي أنا قبل ما أكون باكتبها للناس، أنا كنت باكتبها لنفسي عشان أذكّر نفسي وعشان إن أنا أقول لنفسي إني توقّف عن فعل الشيء الفلاني، إن أنا عايز أبطّل العادة الفلانية، ودي قائمة كبيرة عندي اسمها قائمة النصيحة رقم 19 استخدم اللي هو النوت الصغير أو النوت الورقي، اكتب على ورق، استخدم على ورق التاسكات بتاعتك اكتبها على ورق، بلاش إن أنت تستخدم ال البرامج اللي هي الTo do list لإن أنا يعني أنا جرّبت كتير البرامج بتاعة الTo do list ولكن هي بالنسبة لي أنا مش فعّالة، لكن لمّا باخطط على ورق شايف إن ده أفضل، فحاول إن أنت تكتب تاسكاتك أو أهدافك على ورق.